اضربك فين؟ مفيش في وشك مكان. دي المباراة الثالثة على التوالي. كتيبة اجوستي بتكسب الزمالك في السلة 83-80، يعني اذلال كامل مكمل. علشان النادي الاهلي يوصل لنهائي دوري السوبر في كرة السلة، في انتظار اللي يكسب ما بين الاتحاد وسبورتنج 3 ماتشات على التوالي عشان تنتهي رسميا. انا قلت لك ان فرقة الزمالك في السلة فريق على الابيض، وفريق على الله حكايته. النهارده الاهلي اختتم تدريباته استعدادا لمباراه البلديه بكره ان شاء الله الساعه 7 بتوقيت القاهره. كولر اعلن القائمه، وقبل قبل التمرينه كان عنده فقره كده مع المحاضره مع اللعيبه، اتكلم فيها على خصوص المباراه واهميه المباراه، وان المباراه تبقى صعبه جدا واصعب من 3 ماتشات، نظرا ان البلديه برضو يعني في موقف صعب جدا. يعني تقريبا البلديه هو المركز ال 16 وكمان الارضيه، فالمباراه تبقى صعبه على الفريق. والنادي الاهلي يعني محتاج اللي هو يطلع بالمباراه ب3 نقط اهم حاجه، ومحدش يطلع مصاب. طيب اتكلم معاهم برضو على الجوانب الفنيه للمباراه، وبعد كده فقره احمال اللعيبه، وبعد كده عمل تمرين بدني قبل ما يعملوا تدريبات بالكره والجوانب الفنيه. خلينا نقول مع بعض القايمه. حراس المرمى مصطفى شوبير والزنفولي ومصطفى مخلوف. خط الظهر ياسر ابراهيم، عوده لياسر ابراهيم، محمود متولي، رامي ربيعه، محمد هاني، عمر كمال، علي معلول. خط الوسط مروان عطيه واكرم توفيق، امام عاشور، رضا سليم، قفشه وندفيد، كريستو، حسين الشحات، بيرسي تاو وكريم فؤاد. خط الهجوم انطونيو موريس ومحمود عبد المنعم كهربا، مع اراحه وسام ابو علي ومحمد عبد المنعم لتراكم البطاقات. في الناس المستبعده للاصابه او عدم الجاهزيه: الشناوي، حمزه علاء، وديانج والسوليه وكوكا واحمد عبد القادر. الراحه والايقاف زي ما قلت لك: عبد المنعم وسام ابو علي. واسباب فنيه: خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، وطاهر محمد طاهر. ده بالنسبه لقائمه الفريق ومباراه النادي الاهلي. احمد نبيل كوكا رسميا خارج المباراه، لان احمد نبيل كوكا قلت لك اللي هو عنده كدمه في تحت الركبه، فاللاعب مش هيلعب، مش خارج قائمه مباراه البلديه، وحاليا في تجهيزات لمباراه الترجي. احمد عبد القادر نفس الكلام، من النهارده عمل جري حول الملعب، وفي كلام او في اللي هم يعملوا تجهيز لاحمد عبد القادر لنهائي الترجي المباراه العوده، لكن مباراه الذهاب كده كده هو خارج اللقاء. طيب ده بالنسبه لمباراه الاهلي والبلديه. وبالنسبه للشناوي ومصطفى شوبير الموضوع انتهى، والموضوع محسوم مين اللي هيلعب مباراه الترجي، والموضوع ما بين الشناوي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير، الاثنين عارفين مين اللي هيلعب اللقاء. فعشان بس ايه الناس اللي بتقعد تتكلم كتير وتقول لك مشاكل والجو ده، الموضوع منهي تماما. طيب خلينا بقى اتكلم معاك في حاجه. حازم امام عضو اتحاد الكره كان قاعد في قاعده كده، ايه، بودكاست. حازم امام يطلع منه كلام يقول لك ايه: في ناس سالوه على موضوع المنتخب ومشرف المنتخب وما اعرفش ايه، وهل في ازمه ما بين صلاح ومحمد صلاح والتوأم. قال لهم والله تقريبا في ازمه ما بين صلاح والتوأم. ولما كلموه على مشرف الكره قال لك والله يعني انا خارج الليله تماما، انا بره الليله. ووجود مشرف على المنتخب بيكون موجود لما لو في مدرب اجنبي بيكون موجود ايه مشرف على المنتخب، لكن طالما المدير الفني وطني فبالتالي منصب او المنصب بتاع المشرف على المنتخب ما بقاش موجود. والله بص، يعني انا عايز اقول لك على حاجه. هو في كلا الحالات لازم يكون في مشرف على المنتخب، تمام، لكن اللي مش طبيعي ان لما يكون عضو اتحاد كرة هو المشرف على المنتخب. انا اول مرة اشوفها. يعني هي معروفة اللي هو مثلا بتبقى العملية يعني تسلسل قانوني، كل واحد له منصب واللي اعلى منه بيحاسبه. لكن اللي شفناه في افريقيا لما كان حازم امام هو المشرف على المنتخب مع فيتوريا، وفي نفس الوقت حازم امام هو العضو اتحاد الكوره. طب قول لي انت لما المنتخب يفشل او المنتخب مثلا يحصل له اخفاق، مين هيحاسب المشرف؟ وفي نفس الوقت المشرف هو عضو اتحاد الكوره، يبقى مين اللي هيحاسب مين؟ انت هتحاسب نفسك. كنت حاسبت نفسك لما انت تعاقد مع فيتوريا ومتعاقد معاه بمبلغ جامد وعقد كبير. فطلع منه تصريح ما ينفعش اللي هو يطلع، يعني المفروض كده كده في جميع الحالات لازم يكون في مشرف على المنتخب. فهو طالما هو بره الليله فبيطلع منه شويه كلام كده
حاجات مالهاش لازمه. طيب الحاجه بس عايز اتكلم معاك في حاجه، عشان ايه هو الفيديو سريع سريع بجد والله. يعني هو ايه اللي بيحصل في الزمالك؟ يعني الزمالك عليه قواضي او عليه مثلا ديون او عليه ايقاف قيد عشان خاطر اللي حصل لخالد بوطيب، تمام. وقلنا الزمالك يعمل مثلا ايه تنميه موارد، تمام. لكن كل يوم بنسمع حاجات، انت بتشوف مثلا عربيه كشري قدام النادي، بتشوف عربيه بليله، احنا بنشوف بط بيعوم في حمام السباحه. النهارده شايفين فيديو زفه بلدي قدام النادي. يعني الحاجات دي ايه بالنسبه للزمالك؟ المحكمه النهارده حكمت لصالح الزمالك في قضيه حمدي النجاز، تغريمه 160 ألف دولار. 160 ألف دولار لمصلحة الزمالك، تغريم خالد أبو طيب، خالد اسمه إيه؟ حمدي النجاز. لكن بالنسبة للزمالك أنا مش فاهم يعني إيه اللي بيحصل قدام الزمالك. يعني هو الراجل حسين لبيب يسافر مع الزمالك رئيس البعثة عشان خاطر النهائي اللي عنده، الفرقة لسه مسافرة امبارح، يوم النهارده جايبين زفة بلدي قدام النادي. أنت ما تعرفش دي بقى يعني حنة في خطوبة، ما تعرفش في إيه. لكن بجد والله هو ايه اللي بيحصل قدام النادي؟ محدش فاهم اي حاجه. يعني جايب عربيات كشري وجايب بليله وجايب زفه وناس راحه وملاهي، بجد يعني محدش فاهم ايه اللي بيحصل. فيا ريت يا ريت حد بس كده يطلع يقول لنا اللي بيحصل قدام الزمالك ده ايه. هل الناس المسؤولين او العمال اللي جوه او الناس بعض الاعضاء اللي في مجلس الاداره، هل الناس كلها طالعه مع النادي؟ الناس كلها مسافره مع البعثه، ما فيش حد موجود في النادي عشان يشوف اللي بيحصل ده؟ يعني والله العظيم هو الواحد بيزعل على المنظر اللي هو شايفه. هل مثلا الناس ديت يعني في تصريح بالحاجات ديت، او الناس دي موافقه؟ مين موافق على الحاجات ديت مثلا، او مين اللي اصدر للناس اللي هم يعملوا الحاجات دي؟ عربيه كشري وبليله وزفه وبط في حمام السباحه. يعني فين الناس المسؤوله؟ فين العمال؟ هل مثلا اعضاء مجلس الاداره اللي قاعدين بيديروا النادي هم قاعدين في البيوت؟ مين المسؤول على الحاجات ديت؟ ما انتش عارف. النادي مين اللي بيديره؟ ما انتش عارف. طب فين لو حتى رئيس النادي هو رئيس البعثه وفي المغرب، طب فين النائب؟ طب مين المسؤول؟ ما انتش عارف. يعني نادي ما انتش عارف مين اللي بيديره، ما انتش عارف فين بيودي على فين. لما يكون نادي بحجم الزمالك انت حاطط قدام النادي شويه يعني شويه ملاهي، انت بالظبط كانك قاعد في المولد، ملاهي واطفال وترمس وكشري وحاجات كده ما بتشوفهاش الا في الموالد بس. لكن مين المسؤول؟ ما انتش عارف. والله اعلم بقى مين المسؤول على الناس دي. ف والله ما عارف اقول لك ايه، لكن يعني والله النادي ده نادي غريب. النادي ده ما انتش عارف هيلاقيها منين ولا منين. يعني هو النهارده عندهم خبر حلو في 160 ألف دولار من حمدي النجاز لصالح الزمالك. هل بقى الزمالك يعرف يلم اوراقه كده، يعرف يلم فلوسه لحد ما يفك القيد؟ عشان اللي احنا بنشوفه ده يعني حاجه عيبه في حق الزمالك. ان شاء الله النادي الاهلي عنده بكره المباراه الساعه 7، يقدر اللي هو يطلع من المباراه بالثلاث نقط. واتمنى بس قبل اي حاجه كده ما فيش اي لاعب اللي هو يصاب، عشان خلاص هتخلص مباراه البلديه وهتخش فيها ايه معسكر علشان خاطر مباراه الترجي. نتمنى ان شاء الله الحصول على الثلاث نقط، واتمنى النادي الاهلي يرجع بنتيجه ايجابيه مباراه الترجي المباراه الاولى. اشوفكم على خير فيديوهات تانية ان شاء الله.